السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أعماق الصحاري والغابات النائية التي لا تطأها قدم تتحرك ظلال صامتة رشيقة وغامضة. إنها القطط البرية الصغيرة، صيادة حرة تعيش حيث تختفي الأنظار وتقاتل كي تبقى. رحلتنا اليوم إلى عالم مدهش من الجمال والخطر، عالم القطط البرية الصغيرة. القط الرملي يسكن صحارى الشرق الأوسط وكذا شمال إفريقيا. يتحمل الحرارة دون ماء، خفيف ذكي وهادئ كالرمال، غير مهدد بالانقراض. وضعه الحالي: القط أسود القدمين، من أصغر القطط في إفريقيا، صياد ليلي لا يكل، ونسبة نجاحه في الصيد قد تفوق 70%. تصنيفه البيئي: معرض للخطر. القط القارص أو القط المنغولي، بوجه عريض وفراء كثيف، يعيش في سهول منغوليا الباردة، من أغرب القطط مظهرا وسلوكا. درجة تهديده: قريب من الانقراض. القط الإفريقي البري، يعتقد أنه الجد الحقيقي لكل القطط المنزلية. يعيش في إفريقيا والشرق الأوسط. وضعه في البرية: مستقر. القط البري الأوروبي، يعيش في الغابات الأوروبية الكثيفة، حذر بطبعه ويكره وجود البشر. حالة وجوده: مهدد محليا في بعض المناطق. القط الصياد أو القط صياد السمك، يهوى الماء ويصطاد الأسماك والمخلوقات المائية. يعيش في الهند وجنوب شرق آسيا، مهدد بالانقراض. القط المرقط الصدع، أصغر قط بري في العالم، من الهند وسريلانكا. وزنه لا يتجاوز 1.5 كيلوغرام. تصنيفه الحالي: قريب من التهديد. القط مسطح الرأس، وجه غريب مسطح وعينان واسعتان. يعيش قرب الأنهار في ماليزيا وسومطرة. وضعه البيئي: مهدد بالانقراض. القط الآسيوي الذهبي، فراءه الذهبي اللماع يجعله من أجمل القطط البرية. يعيش في غابات جنوب شرق آسيا. تصنيفه الدولي: معرض للخطر. القط بورينيو المعرق، نادر جدا، يعيش في جزيرة بورينيو. شوهد مرات قليلة بالكاميرات الفخية. حالته الراهنة: مهدد بشدة بالانقراض. القط الصيني الجبلي،
من أعالي هضبة التبت الجليدية، يختفي بين الصخور الرمادية وكأنه جزء منها. وضعه الحالي مهدد. الجيفوروي يعيش في سهول الأرجنتين والأوروغواي. يشبه الفهد بلون رملي منقط. الوضع البيئي له قريب من التهديد. قط المراغاي يسكن الغابات الاستوائية في أمريكا الجنوبية والوسطى. يتسلق الأشجار بخفة، لا يوضعها. وضعه البيئي مهدد بالانقراض. قط الأسيولوت يشبه النمر الصغير من غابات الأمازون. جميل لكنه صياد قاتل. حالته العامة مستقر جزئيا. قط البامباس من سهول الأمريكية الجنوبية العشبية. يتأقلم مع الجفاف ويعتمد على الفئران الصغيرة. تصنيفه العالمي قريب من التهديد. قط الأونسالا يسكن الغابات الأنديز الاستوائية. صغير الحجم، سريع ومراوغ. وضعه البيولوجي مهدد. القط الجبلي القوقازي يعيش في جبال القوقاز بين الغابات الرطبة. نادر جدا وشبه منقرض حاليا. تصنيفه الحالي شبه منقرض. القط الفلبيني النمري خفيف الحركة ويعيش قرب الغابات المطيرة. الوضع الراهن عرضة لخطر الانقراض. قط الكراكال صياد رشيق من إفريقيا والشرق الأوسط. قط جاكواردي من القطط البرية الصغيرة في أمريكا الوسطى والجنوبية. يتميز بجسم طويل وأذنين صغيرتين وفراء قصير. لونه بين الرمادي والبني المحمر. وضعه الحالي مهدد بالانقراض. شكرا لكل من أصغى واهتم. شكرا لكم.